السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا دايما بخير وبصحة وسعادة يا رب. النهاردة بإذن الله هنعمل مع بعض كده صينية مكرونة بالبشاميل. بإذن الله يا حبايبي وصفاتنا تعجبكم، ونسمي بسم الله ونذكر الله كده يا حبايبي، ونصلي على الحبيب المصطفى عليه الصلاة والسلام. ونقول أول حاجة هنبدأ بيها إن شاء الله، هنجيب حلة ونحط فيها مية دي لسلق المكرونة. هنحط في الحلة دي معلقة ملح صغيرة وشوية زيت، وهنسيبها تغلي بقى خالص عشان نسلق المكرونه. معانا هنا يا حبايبي كيسين مكرونه، ادي كيسين مكرونه همت. لو انت حابه تجيبي مكرونه سايبه مفيش مشكله خالص، بس يا ريت تجيبي نوعيه كويسه عشان ما تعملش نشا معاكي او تضايقك وانت بتسلقيها. تمام. اول ما الميه تغلي باذن الله هنسلق مع بعض المكرونه ونشوف الخطوه اللي وراها ايه. هنا يا حبايبي الخطوه اللي جايه، على ما المكرونه طبعا على ما الميه بتاعتها تغلي ونبدا نسلقها، هنبدا نعصج اللحمه. هنا حطينا اللحمه، طبعا اللحمه بتاعتنا عشان حمرا زي ما احنا شايفين، فاحنا حطينا معلقه سمنه معاها اهي، ومعاها بصلايه كبيره مبشوره زي ما احنا شايفين كده. بسم الله الرحمن الرحيم. ونبدا نشوح الاول البصل مع اللحمه. هنا يا حبايبي زي ما احنا شايفين كده اللحمه بتاعتنا بدات تتعصج زي ما احنا شايفين كده. هنحط ايه بقى في البهارات بتاعتنا؟ معانا ملح وفلفل وبهارات بس. تمام. هنبدا نسمي الله وننزلهم على اللحمه بتاعتنا. بصوا يا حبايبي اللحمه بتاعتنا اتعصجت اهي زي ما احنا شايفين. انا بحب احط ايه على اللحمه بقى بتاعت المكرونه البشاميل؟ انا بحب احط صلصه من بتاعتي اللي انا عاملاها، مش عارفه هي واضحه ولا لا. اهو بسم الله الرحمن الرحيم اهي واضحه اهي. انا بحب احط صلصه من اللي انا عاملاها في البيت عندي. هنا بحب احط معلقتين صلصه على اللحمه المفرومه. تمام. وفي ناس ممكن تحب اللحمه المفرومه كده بس لوحدها، طبعا دي حريه شخصيه. عايزه اللحمه كده لوحدها مفيش مشكله، عايزه تحطي صلصه براحتك، بس انا طريقتي انا بحط عليها معلقتين صلصه من اللي انا بعملهم في البيت. اهو يا حبايبي حطينا كميه الصلصه اللي احنا محتاجينها زي ما انا وريتها لكم كده. هنبدا نقلب اللحمه بتاعتنا اهو. دي يا حبايبي الصلصه بتاعتي اللي انا بعملها في البيت وقلت لكم عليها. انا بعينها كميه قليله بقليله كده، بستعمل اول باول، وبحط عليها شويه ملح وشويه زيت على الوش. بيحفظها اكتر وبيخليها يعني ما تعملش اي طبقه وحشه او عفن او كده، ما بتلحقش. بسم الله ما شاء الله، يعني هي اصلا كده كده يا دوبك يعني على قد استعمال الطبيخ بتاعتي والبيت وكده، فما شاء الله ما بتقعدش، ما بتلحقش تقعد يعني. تمام زي ما احنا شايفين كده يا حبايبي. هنسيبها بقى الصلصه تتسبك شويه مع اللحمه وبعد كده نطفي عليها. هنا يا حبايبي الميه بتاعتنا غليت اهي بتاع المكرونه. هنسمي بسم الله ونبدا نسلق كيسين المكرونه بتوعنا، او الكميه اللي انت حباها على حسب انت حابه ايه. هنا يا حبايبي الخطوه اللي جايه الخطوه بتاعت صوص البشاميل بتاعنا. هنا حاطين ماده دهنيه زي ما احنا شايفين كده، وهنحط الدقيق 3 معالق دقيق على الكميه اللي انا عاملاها دي. هنا يا حبايبي حطينا الماده الدهنيه زي ما احنا شايفين اهوت، وحطينا فوقها الدقيق. هنبتدي نسوي الدقيق كويس الاول عشان يستوي في الماده الدهنيه. نبتدي ننزل باللبن بتاعنا اهو على حسب المقدار اللي انت عاوزاها تقيله براحتك. هو المفروض الصوص بتاع البشاميل المفروض بيكون تقيل، يعني ما ينفعش تحطي له كميه قليله من اللبن. بسم الله الرحمن الرحيم. اهو يا حبايبي حطينا اللبن كده. اهم حاجه في البشاميل ان انت تفضلي تقلبي فيه بالمضرب بتاعك بحيث ما يكلكعش منك. ايدك على طول فيه في الارضيه كده وفي الجناب بحيث ان هو ما يكلكعش منك من تحت زي ما احنا شايفين كده حبايبي. اهو نبدا نبهر البشاميل بتاعنا. هنا هنحط معانا مكعب مرقه ده بس عشان يطعم البشاميل. تمام. وهنا معانا ملح، طبعا الملح على حسب الرغبه، طبعا انت على حسب ما بتدوقي حاجتك وتحبيه طعمها ايه. وشويه فلفل، يبقى احنا حطينا مكعب مرقه وملح وفلفل على حسب رغبتك. ونبدا نقلب تاني صوص البشاميل واحنا موطين عليه النار، مش هنعليها قوي عشان ما يمسكش مننا بسرعه. نبدا ندوب كل المكونات في بعضها زي ما احنا شايفين كده حبايبي لحد ما سمكه يتقل معانا، وبعد كده نطفي عليه. بصوا يا حبايبي
كده صوص البشاميل تقل معانا خالص اهو زي ما احنا شايفين. تمام. وندوق الحدق بتاعه ونلاقي كده تمام الحدق بتاعه كمان مظبوط وكويس. نبتدي نطفي عليه ونسيبه يبرد عشان نبدأ نجهز مع بعض صينية المكرونة بالبشاميل. بصي يا حبايبي، دي المكرونه بتاعتنا اتسلقت اهي زي ما احنا شايفين، وبردناها وحطيتها تاني في الحله. ليه حطيتها في الحله؟ بحط عليها شويه زيت صغيرين بيديها لمعه جميله كده وبيخليها مفرفره زي ما احنا شايفين كده. وعلى فكره يا حبايبي معلومه يعني صغيره لحبايبي المبتدئين لسه في المطبخ وكده، المكرونه البشاميل ما ينفعش خالص نسوي المكرونه بنسبه 100%. المكرونه لازم تكون مستويه نص سوا. ليه نص سوا؟ لانها هتكمل سواها تاني مع صوص البشاميل لما ندخلها الفرن واللحمه المفرومه. تمام. ما ينفعش خالص خالص نسويها جامد ونرجع نحطها تاني في الصينيه، لانها هتعجن مننا وهتطلع نتيجه مش حلوه خالص. المكرونه سوا. بصوا حبايبي، ده الحجم المعتاد اللي انا بعمل فيه الكميه بتاعت المكرونه البشاميل. تمام. اول حاجه هنعملها هنحط نص كميه المكرونه البشاميل في القالب بتاعنا او في الصينيه بتاعتنا زي ما احنا شايفين كده حبايبي. هنحط كبشه بشاميل زي ما احنا شايفين كده، وهنقلب المكرونه بيها كلها عشان تبقى جوسي كده وجميله زي ما احنا شايفين. معانا هنا شويه جبنه موتزاريلا كده، هنبدا نحطها برضو مع المكرونه كده بالشكل ده. والخطوه اللي وراها اللحمه المفرومه بتاعتنا اهي. بسم الله الرحمن الرحيم. نبدا نحط اللحمه المفرومه كل الكميه بتاعتنا بقى ننزلها على الصينيه. نبتدي ننزل بالطبقه الثانيه من المكرونه ونفرد كميه المكرونه بتاعتنا. الخطوه اللي وراها اخر خطوه ننزل بصوص البشاميل. هنا يا حبايبي صينيه مكرونه البشاميل بتاعتنا جاهزه اهيت على الدخول الفرن. هنسمي الله وندخلها الفرن. الاول هدخلها، احاول ان انا ادينها تقريبا 10 دقايق او حاجه، وهطلعها ارش عليها شويه جبنه موتزاريلا تاني من على الوش. مش هدخلها بيها علشان الجبنه الموتزاريلا بتعمل نقط كده وبتتحرق، فانا مش حابه اخليها كده. هندخل الصينيه الاول 10 دقايق وبعد كده ان شاء الله نحط الجبنه عليها. خليكم معانا يا حبايبي اوريكم خطوه كده. يا حبايبي المكرونه البشاميل اللي معايا اهيت بدات ادخلها الفرن اهو زي ما احنا شايفين كده. هنسيبها 10 دقايق ونبدا نطلعها تاني عشان نحط عليها الايه الجبنه الموتزاريلا زي ما احنا قايلين لكم. هنا يا حبايبي بصوا عدى 10 دقايق زي ما احنا اتفقنا اهو، طلعت. اول ما طلعت الصينيه وحطيت بسم الله ما شاء الله الجبنه الموتزاريلا عليها، بصوا ساحت على طول ازاي لانها بدات تسخن. هندخلها الفرن بقى تكمل سواها وهنوريها لكم في التقديم ان شاء الله. كده يا حبايبي الفيديو بتاعنا خلص النهارده ان شاء الله باذن الله. يا رب ينول اعجابكم ونكون دايما عند حسن ظنكم، ونشوفكم دايما في الفيديوهات جايه كتير. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.